يا صباح الفل والورد والياسمين. صلوا كده على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا اقول لكم على شويه الحاجات اللي انا اشتريتها. اقسم بالله الفيديو ده بقاله شهر. ده انا عندي كميه فيديوهات بصورها وبكسل ان انا اسجل فويس مثلا، او امنتج او كلام من ده. بكسل يعني عندي فيديوهات كتيره. ادعوا لي بقى كده ايه، ربنا يهديني ويجي لي شويه وقت فراغ. لان انا لما بصور ما بالاقيش وقت، باتلبخ بقى في بقية اليوم بقى. فكرة ان انتي تقعدي بقى ساعة او ساعتين مثلا ماسكة الموبايل ده ما قليل قوي قوي لما بيحصل يعني بصراحة. فبحس ان عدم الاستمرارية دي هي سبب فشلي على فكرة، مش عدم التصوير، لا عدم الاستمرار. اشتريت شوية حاجات اونلاين طبعا. جبت ده للمطبخ، ده حامل انا جايباه للحمام علشان احط عليه الشامبو والبلسم وحمام الكريم والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. ومن تحت كده في علقات ممكن تعلقي عليها مثلا الليفه او الفرشه اللي هي بتاعت سكراب للجسم بقى. فاهمه انت في كذا فرشه كده طالعين، يعني في فرشه سيليكون مثلا بتتعلق، كلام من ده. وتقريبا كان سعرها 65 جنيه. تاني حاجه جبتها وبصراحه عمليه جدا، بما ان طبعا ان الفيديو ده انا مسجلاه من شهر فاكيد الحاجات دي كلها استخدمتها. الفرشه اللي هي الفرشه المساحه دي شفتها في فيديوهات كتير بصراحه، وبتخليكي عايزه تقومي كده تنضفي يعني ما بتشوفي حد بيستخدمها. من الناحيه دي مقشه خشنه ومن الناحيه التانية مساحه. لما بتشتغلي الاول بالمقشه الخشنه، لو في اي حاجه على الارض بقى بتشتلها. بدل مثلا ما توطي بقى وتدعكي بايدك او تدعكي بسلكه او تدعكي مثلا بفرشه البلاط، بتدعكي بيها وبعد كده تقومي لفاها الناحيه التانية تستخدمي بقى المساحه. لما بشوف الفيديوهات دي باحس إن أنا عايزة أقوم أنضّف، بتدّيكِ كده طاقة بصراحة. بس هي طلعت صغيّرة في الحقيقة، مش عارفة في منها مقاس أكبر والّا لأ، بس لو في منها مقاس أكبر هاجيب. لإن المقاس الصغيّر ده حلو للأماكن الضيّقة، طبعًا هي بتلِف 360 درجة يعني. لو أي مثلًا حاجة تحت البوتاجاز، حاجة كده في خُنُّق كده جنب تقفيل المطبخ مثلًا، بتطلّعها وبتجيبها وكل حاجة. بس طبعًا عشان هي صغيّرة فبتاخد وقت على أمّا أخلّص بقى المطبخ كبير مثلًا أو الطرقة أو الصالة أو كده. هي صغيّرة مش بتسعف لإن حجمها صغيّر، فأنا محتاجة أجيب منها الحجم الأكبر. فلو لقيت أكبر هاجيب برضه بصراحة. المهم دي كان سعرها 65 جنيه. المهم حاولت يمين وشمال أركّب القطعة الصغيّرة اللي تحت دي في المساحة، ما عرفتش بصراحة لإن هي جامدة جدًا وعايزة قوة، فسِبتها لجوزي يركّبها. وقُلت هالزق بقى الsticker اللي أنا جايباه ده خشب، ومن الضهر كده فيه double face، فبيلزق يعني بسهولة. بس هو بصراحة مش قوي أوي، يعني هو فَك وبعد كده رجعت أنا زوّدت له double face من عندي. والكوستر الخشب ده جبته للبراد لان زي ما انتم شايفين كده ان هو ازاز، فلو اتحط من البوتاجاز على الرخام على طول هيطق. وبصراحة بقاله 10 سنين معايا يعني من اول جوازي، وانا يعني عايزة احافظ عليه. يعني انا اصلا ما طلعتوش استخدمه غير السنة دي، يعني بقاله 9 سنين عيناه خايفة لا يطق، فاقول لا سيبيه، حافظي على شكله حافظي على شكله. فقررت خلاص، لا خلاص هستخدمه بقى، انا هعيش لحد امتى يعني، انا هموت وهو هيكمل. فقُلت أجيب الكوستر الخشب ده علشان ما يطلعش من الرخامة من البوتاجاز السخن على الرخامة الساقعة على طول. وجِبت الdouble face، المسامير الdouble face علشان لو أنا عايزة أعلّق حاجة ما اخرمش في الحيطة. بصراحة عملية جدًا واللزق بتاعها قوي جدًا، جدًا، جدًا. ده مش double face، يعني ساعات باحس إن هو غِرة. أنتم عارفين إن الغِرة بتبقى اللزق بتاعها قوي، أو عارفين الأمير اللي هو بيبقى اسمه الصاروخ ده قوي زيه كده، جامد جدًا بصراحة. بُصّوا أنا معلّقة في الصالة بالdouble face ده الديكور اللي هو بتاع الساعة أو برواز مثلًا أو أي حاجة هاورّيكم دلوقتي. لأ تمام وبيشتغل وبيستحمل. كمان جِبته علشان أعلّق بيه الزاوية اللي أنا جايباها للحمام، اللي هاعلّق عليها الشامبوهات وفعلًا علّقتها وتمام وكل الكلام يعني. لأ شايل وبيلزق على السيراميك جامد، وبيلزق كمان على الدهان. خلّي بالِك لو أنتِ الدهان بتاعِك مش زيت ما تلزقيهوش، أو لو لزقتيه مثلًا ما تحاوليش تطلّعيه. يعني أنا مثلًا لزقت حاجة وطلعت مكانها غلط، لو أنتِ ح فكّرتِ تشيليه علشان تلزقيه في حتّة تانية، هيطلع معاكِ بالدهان، لإن هو قوي جدًا. كمان جِبت العُليقة دي double face برضه، بس دي علشان تتعلّق في ضهر الباب، يتعلّق عليها مثلًا شُنط صغيّرة، يعني حاجات بسيطة كده أنا جايباها أصلًا لأوضة الأطفال، يتعلّق عليها الحزام. يتعلّق عليها مثلًا إيه، حاجات بسيطة كده صغيّرة يعني، بس بتبقى عاملة كركبة. ودي كان سعرها 20 جنيه. وكمان الdouble face اللي هم القطع اللي هي دي بتتباع بالواحدة، الواحدة تقريبًا ب10 جنيه. ولو اشتريتِ مثلًا كمية فممكن يبقى الواحدة ب9 جنيه. بس كده، وده كان الشكل النهائي للمطبخ بعد ما علّقت كلمة coffee ونزّلت كده البراد قال يعني بينزّل بقى قلب في القهوة. وكمان علّقت كلمة kitchen ورا الحنفية.
يعني دلعت المطبخ بصراحة. عايزة اقول لكم بما ان الفيديو ده من شهر، فانا اساسا عملت تغيير كمان بس مش في الشكل ده. انا علقت حبل النور اللي هو بيبقى بتاع رمضان وعينين رمضان، فقلت اعمل اجواء كده في المطبخ، يعني بصراحة بحب كده. وبالذات كمان ان انا في المطبخ بتاعي القديم كنت عاملة ليد اللي هو الاصفر، فكان بيبقى يعني بعد ما تخلصي المطبخ بقى وتنضفي وتروقي وتقومي منوراه كده، بيبقى عامل حاجة اضاءة كده تحسسك بالدفى. فهو عايز مجهود جامد، وعايز إن حد يبقى معايا بقى واعلّقه حوار بصراحة. فما رضيتش إن أنا أعلّقه بصراحة دلوقتي، ما عنديش صحة ولا طاقة إن أنا أعلّق الLED، لإن هو الLED عريض وتقيل وتِلِم. فعلّقت حبل نور، هاوريه لكم في فيديو تاني. المهم خلّينا في العسولة اللهلوبة دي اللي أنا جبتها، وهاوريكم الفيديو اللي خلّاني إن أنا أشتريها. دي بتنضّف حاجات، بُصّوا في الزخانيق بقى حوالين الحنفية، بين البلاط وبعضه، عملية جدًا وبتلِف 360 درجة زي ما أنتِ شُفتِ كده. كان سعرها تقريبًا 35 جنيه أو 50 جنيه، أنا بصراحة دي بالذات مش فاكرة سعرها أوي، بس هي بتنضّف حاجات يعني اللي هو إيه، بين المستخبي كده. بُصّوا عارفين التفاصيل اللي هي بتاعة حوالين التويلت من تحت من على الأرض أو حوالين الحوض برضه، التفاصيل اللي هي الضيّقة دي، دي بصراحة لأ جامدة، جامدة، جامدة. مش عارفة ممكن أستخدمها مثلًا في البوتاجاز أو في الحوامل بتاعة زهران اللي هي الحوامل العريضة بتاعة البوتاجاز. هاحاول كده إن أنا أجرّبها في كذا حاجة، لإن هي بصراحة عاجباني. بس كده فيديو النهارده خلص. تابعي بقى كل الفيديوهات اللي بانزّلها ولايك تحت الفيديو. نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.